كيفكم شباب؟ هلا هي اول مره انا عم صور فيديو على قناه اليوتيوب، فبالنسبه لي هالموضوع شوي غريب، بس يلا عادي، هذا اول فيديو وحبيت فرجيكم شيء مهم عن حياتي، بالاخص عن حياتي اونلاين. هلا انا ما بعرف اذا انتم عم تسالوا السؤال، بس اذا عم تسال السؤال جادو، انت شلون بتصور رده الفعل؟ يعني لما انا بصور رده فعل على اغاني الشامي لنقول مثلا، ماشي؟ شو بتعمل وشو بتجهز لحتى تصور انت هيك فيديو وبالاخر تنشره على قناتك الانستغرام والتيك توك؟ الموضوع ما سهل ابدا، بياخذ شويه وقت، حتى لو بكون انا قاعد قدام الكمبيوتر وعم بحكي، بس الموضوع ما سهل لهالدرجه، في كم شغله لازم انا اجهزها، واليوم حبيت فرجيكم هيك كم شغله انا بحب دائما اعملها قبل ما اصور الفيديو وبعد ما اصور الفيديو، والتعديل والمونتاج وما مونتاج وبلا بلا 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 بلا، فحبيت فرجيكم كل هالكلام. بس بالنسبه اهم شيء انه يكون انا شكلي مرتب. في مشكلتين هلا، اولا فبالنسبه لي انا هلا اول خطوه لازم اعملها انه غير ثيابي، لازم شكل مرتب، لازم يكون نظيف. شوف هلا على المونتاج انا هلا هيك شكلي، هلا 3 2 1. الله يا اخي انا شو بدي اقول، والله نزار معه حق، ستايل غالي، كعب عالي، حتى لو ماني لابس كعب، بس في شيء واحد ناقص، صح؟ من اهم القطع الواحد لازم يلبسها. بس هاي اول شغله انا لازم اعمل. في شغله ثانيه كثير مهمه، الشعر. بالنسبه لي انا هلا شعري طويل بالاخص الجوانب، لازم اقصره، لازم ظبطه، ولازم نظفه، وبعدين بعدها بحق لي وقف قدام الكاميرا وصور. هلا امانه امانه امانه، طلع حلاقي انا مانو فنان، ليكو على هالجمال، ليكو على هالنظافه. بس واخيرا هي حلق شعري. ثاني شغله خلصنا منها، فتعالوا معي خليني افرجيكم شو بعمل انا هلا لحتى اجهز حالي للتصوير. هلا مثل ما انتم تعرفوا انا دائما بحب انه يكون كل شيء حوالي مرتب قبل ما اصور الفيديو، يعني دائما الغرفه لازم تكون مرتبه، الثياب معموله، التخت معمول، مكان الكمبيوتر جاهز ونظيف لحتى اقدر بلش صور. بس ببوس ايدكم طلعوا على هالخراب، شو هذا؟ غرفة ولا حرب؟ بس صدقوني لا تاكلوا هم، شوفوا على قوه المونتاج. هلا بحركة وحدة بخلي كل شيء هون نظيف. كل هالوسخ يا زلمه. ستايل غالي، كعب عالي، جوتشي ديور، انا عايز حالي، وبالتفت لي بالفيراري وانا سكران بكحل عيونه. انا بعرف انه الموضوع طول شوي، بس طلعوا على هالنظافة، طلعوا على هالترتيب، كل شيء عادي. بس انا اهم شيء بالنسبة لي فرجيكم السيت اب. هون عندنا الملك، هذا اللي عم يضوي، هذا هو الكمبيوتر. قطع تبع الكمبيوتر رح احطه انا بالدسكربشن تحت اذا بهمك الموضوع. المهم هذا الضوء من الامازون، بسيط، شيء حلو. وراه مراي بس لحتى اشوف الشاشة واني انا هون عندنا شاشتين، انا بعد بطفي هي لما انا ما بستعملها. هي الشاشه الرئيسيه، الكيبورد، الماوس، كل القطع مثل ما قلت لكم ديسكربشن. واليوم حلقه اليوم حتكون دوالي 2024، نشوف اذا الغنيه منيحه ولا لا. انا دائما مجهز الوضع هيك، كل شيء مرتب، عندنا الضوء، عندنا السيت اب جاهز، انا جاهز. وهلا حتشوفوا انا شلون بصور. نحن هلا عم نصور هون مشان اليوتيوب. انا هلا شغلت الضوء، حطيت الموبايل، ماشي، حطيت الموبايل هون على الضوء. هلا انا بالاول بدي احطه هون قدام مراي لحتى اقدر انا بس اشوف الشاشه، يعني انا شو عم صور، عرفت شلون؟ فانا اولا حط هالموبايل هون، اول خطوه. ثاني خطوه بدي اظبط الضوء، لانه هون ضوء كثير قوي، يعني لازم انا اقلل الضوء، خففه حتى اشوف هيك بالمرايه انه والله شكله تمام، هيك واطي كثير، هيك اوكي ماشي الحال وهيك. فهلا هون الغنيه، هون الموبايل، كل شيء جاهز، بقى لي بس عاد اضغط على تسجيل، ونحن هلا عم نسجل. هلا انا ما بتسمع الاغاني بسماعات لسبب واحد، حتى اعرف انا شلون اعدل بالمونتاج. ما بعرف اذا انتم عم تشوفوني ورا الضوء ولا لا. هاي بتسمع دائما انا من سماعات الشاشه، وكل شيء عاد بيجي بالمونتاج. وبالنسبه لليوم حنعمل نحن رده فعل غنيه اسمها دوالي من سنه 2024. شفتوا يوتيوب؟ هيك بنبلش نحن الفيديو. ما بعرف اذا سمعتوا هذا الصوت، هذا صوت جمال. عم تسالوا مين جمال؟ هذا جمال. ما بعرف اذا مبين على الكاميرا ولا لا، بس هذا هو جموله. دائما لازم يكون معي، وبحب انا دائما سكر الباب تبع الغرفه عشان ما ازعج اي حدا، يعني وانا عم بحكي، بالاخص بتعرفوا صوتي عالي كثير. وبس بحب لكم انه انتم كمان عم نصوركم نحن على قناه اليوتيوب، فلا تنسوا انكم تشتركوا بالقناه على اليوتيوب. فانا هلا عم صور فلوج شلون انا بصور ردات الفعل، بس بدكم تعرفوا شلون تابعونا. وهيك واخيرا نحن خلصنا هلا تصوير الفيديو. الخطوه اللي بعدها هلا شو بدي اعمل؟ بدي انقل انا كل الفيديوهات اللي انا صورتهم هلا من الموبايل على الكمبيوتر، مشان اعمل مونتاج، مشان اعمل تعديلات للفيديو، مشان اقدر انشره على قنوات السوشيال ميديا. وانت جموله شو رايك بالموضوع؟ طالع لسانك هيك لك دخيله لله، دخيله لله مصرفك. هلا حملت كل الفيديوهات انا على الاي كلاود تبعي، وايه اذا انتم ما كنتوا بتعرفوا انا بالعاده بلبس نظارات. بس هلا هون كل شيء جاهز مثل ما انتم هلا شايفين، يعني حتى انا جاهز ليكم.
كاسة المتة موجودة. هلا وقت الرواق، هلا وقت شو المونتاج. مدة التصوير كانت 8 دقائق، فأنا هدفي إنه بصور أنا بالعادة بين نقول 6 دقائق و10 دقائق، بس بعدل الفيديو إنه يكون على الأقل دقيقة ونص، وأكثر شيء 3 دقائق. ليش أكثر شيء 3 دقائق؟ لأنه على الإنستغرام ما بحق لي أنا أنشر فيديوهات أكثر من 3 دقائق، وبحب إنه دائما يكون فيديوهاتي على الأقل دقيقة ونص لحتى العالم يشوفوه على التيك توك على الإنستغرام ويكون له محتوى. لأنه فيديوهات أقصر من دقيقة ونص بحس إنه أو من 90 ثانية بحس إنه البلاتفورم مثل تيك توك ما بحب ينشر هيك معلومات، ما بحب ينشر هيك فيديوهات، او ما بحب يدعم. كمان الفيسبوك نفس الشيء. المشكله الوحيده بهالاوقات انه السناب شات ما بخليك تنشر فيديوهات اللي مدتهم اكثر من دقيقتين، وهي مشكله كبيره لانه انا فيديوهاتي 3/4 اكثر من دقيقتين، دائما هيك دقيقتين و14 ثانيه ما بعرف شو، لانه دائما مثل ما قلت لكم انا بدي دقيقه ونص على الاقل، ان كانت من الغنيه او ان كانت من تعليقاتي انا. فهي مشكله سناب شات. هلا اول شيء بعمله دائما البروجرام اللي انا بستعمله لحتى اعدل الفيديوهات تبعي اسمه بريمير برو، ادوبي بريمير برو. فيعني اللي بعمله انا انه بدفع له كل شهر تقريبا شيء 25 يورو. فاذا انت عم تساله ليش انه والله الكواليتي تبع فيديوهاتي عاليه او من هاي كلام، انه ما والله بعمل انا فيديوهات سهله، هو هذا السبب، لانه انا بحب اعدل فيديوهاتي على الكمبيوتر بطريقه محترفه. فنحن مثل هنا شايفين هلا هذا بروجكت جديد انا رح اسميه دائما الشامي، لانه انا بعمل رياكشن على الشامي. اسم الغنيه اللي هلا هالمره اسمها دوالي رياكشن. وهلا بيجي عاد المونتاج. يا زلمه صارت نص الليل، صارت الساعه 2 الصبح. هلا حطيت الفيديو انا على التيك توك، لسه ما خلص تعديل، هلا خلص انا مونتاج على الادوب بريمير. هلا الخطوه اللي بعدها واللي هي انا دائما بعملها بنزل لتحت شرح. هاي حلاوه الموضوع، فينا ننقي نحن اللغه، نحن بننقي اللغه العربيه. التيك توك لحاله هو بيشوف انه والله شو الحكي انا حكيته فورا لحاله، بس دائما في اخطاء، فانا بعدل اللي بقدر عليه، بصحح اللي بقدر عليه، وبعدها بظبط الالوان تبع الفيديو، وبعدين بنشر الفيديو. فمثل ما شايفين الفيديو الصغير هذا اللي ابو دقيقه ونص ل3 دقائق بيطول معي طول اليوم. الموضوع ما سهل جدا، ما سهل ابدا، بس انا بحب الشغل، انا بحب كثير هالشغل، وحتى لو ما عندي ولا كثير وقت هدفي انه كمل فيها لهالموضوع، كمل بالشغل على التيك توك، على اليوتيوب، على الانستغرام، على السوشيال ميديا يعني. وعندي هدف انا وراح اذكره انا من هلا، هدفي انه اوصل 10 ملايين متابع على اليوتيوب. هدفي ما تيك توك، هدفي ما انستغرام، مع انه هن كثير حلوين يعني، بلاتفورمز كثير حلوين، بس انا من يومي هدفي انه اكون يوتيوبر. من شيء سنه 2011 2012 على سنه 2025، يا هلا يا اما ابدا، يا هلا بقدر اوصل على هدفي واشتغل عليه لحتى اوصل له، يا اما بحياتي ما راح اوصل له. وانا بحياتي ما خسرت، اما براهن على حالي. فاوكي انا هلا راح اعمل المنصه على الفيديو مثل ما قلت لكم، دائما في كابشنز تحت الفيديو على التيك توك، بعمله بالاول انا الكابشنز، بعدين بنزله على التيك توك. بعد ما نزله على التيك توك، حلاوه التيك توك انه دائما بيحفظ فيديو اللي انت نشرته على التيك توك، فنفس هذا الفيديو اللي انا حفظته بنشره على الانستغرام. بهالوضع على ردة الفعل ما بقدر انشره انا على اليوتيوب لسبب واحد، لانه في شيء اسمه كوبي رايت، بس اقدر انشره على الفيسبوك، على سناب شات اذا اقل دقيقتين، على انستغرام وتيك توك. فالمهم هاي كان فيديو اليوم، هذا كان الفلوج الصغير. انا حبيت بس فرجيكم انه شلون بصور انا فيديوهاتي على السوشيال ميديا، شلون بعمل ردات الفعل. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا انكم تحطوا لنا لايك، وبليز خبروني شو بدكم تشوفوا كمان مني اكثر غير ردات الفعل. ردات الفعل رح كملها لحتى اخلص كل اغاني الشامي، وبعدين جا بالي انا اعمل ردات فعل على صانعين محتوى عاملين اغاني. اذكروا لي اي اسم بالكومنتس او اي فنان بدكم يعني انا اعمل له ردة فعل عليه او عليا، خبروني اياه بالكومنتس، بعدين بشوف انا. باي.